السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا زميلي؟ الحمد لله. أسأل عن منزل أشرف الظالم. أشرف الظالم ده؟ أشرف الظالم. أيوه بس ده تقريبا الحبشة مش هنا. مش عارف، غريب في كلامك وطريقتك كمان مش صديقه أيمن الجاحد. ده من عيلة أبو لهب ده بس دول مش هنا، دول في شارع الترع على ما أتذكر، يعني ما افتكرش دول من هنا. إنهم يتصيطون بالنوش. العصر عندنا اتغير النهارده في 2024، العيال بتكرت على طول. انت شفت الولد جابونجا والدنيا ماشيه ازاي، فانت جاي يا اخويا من الجاهليه. أعلمه. هيا صباحك بيضحك والله، بس هيا مش عارف اقول لك ايه. مرحب بيك في 2024 عندنا. أتعلم الدبابة؟ أنا المدرعة. اهلا بيك، اهلا بيك، واهلا بكل المشاكل. هيا أقوى مساء عليك يا صديقي. لا تظن أنني سأجيب منك إلى الوراء. لا تقم بالتكريت لي أمام منزلك يا صاح. وانا عايز اسال سؤال بس، انت بتتكلم ليه كده؟ انا مش فاهم منك حاجه. أتخصمني؟ لا والله ما فلنلعب جولة. المفروض ان انا ارد عليك اقول لك هيا بنا، فمش عارف اقول لك ايه. قم بضبط حالك يا رجل. ألا تعرف منزل أشرف الظالم؟ هو بيت اشرف الظالم دوت في الزمن اللي احنا فيه ده ولا في عصر قديم طيب ولا ايه؟ يا فتى الله يفك الضيقة. يا رب اخويا بس الله يفك الضيقة. طب مين اللي اتى بيك لهنا طيب؟ لا تستشلحني يا رجل، أنا من هنا جهتي. من يرغب بي منزلي لا يتوه أحد. اللي بيته فيا نفسه ما يتوهش. ايوه هيا حقك والله. بس انا ما شفتش حد بيتكلم زيك كده، انا بقالي 30 سنه عايش في الدنيا فما شفتش حد ولا حد كلمني كده. فلتهدأ وتهدئ من روعك. أنا أصور مقلب. ابراهيم نصر ورامز جمال. الناس ديت معلش، اصل انا مش من هنا، من سبنوت. عارف هناك الدنيا عندنا اشهر واحد عندنا محمد خليل، الله يمسيه بالخير، لما كان عامل تمثيليه الحدوته. ما تزعقش على فكره، هي جت على الراديو كده والراديو اتكسر، ابويا كسره يوميها عشان امي كانت متعاركه معاه. فانا اتمنى ان انت ما تكونش زعلان مننا، وهنقطوا برضه هناك عندكم زي ما انتوا اتيتوا يلاقونا، احنا كمان لازم نروح لهناك، لان العصر ده يبقى في حاجه مشتركه ما بيننا وما بينهم. انا من بكره هجيب خوذه والله، اشتري خوذه واجيب سيف يا عم واجهز نفسي، واللي نفسه فيك زي ما انت قلت بيته ما يتوهش. ماذا بك؟